تعالوا النهارده هنعمل اسرع واحلى شيش طاووق مع بعض. هنعمل له تتبيله طعمها حلو قوي قوي. يمكن كده اول مره تشوفيها او تعمليها. يلا بينا نسمي الله ولايك للفيديو. تعالوا نشوف الطريقه العظمه اللي هنعملها ديت. بحبه بانيه كده صغيرين هنعمل احلى شيش طاووق مع بعض. اول حاجه معايا الحاجه اللي هتبل بيها. معايا بصل ومعايا طماطم ومعايا فلفل ومعايا فصين من الثوم. هنجيب كل دوت ونضيفه كده في الخلاط. تمام كده. وهنضيف عليه بقى التوابل بتاعتنا. ملح ومعلقتين 3 كده من الخل. تعالوا نضربه في الخلاط كده مع بعض. انا عاوزه كده تبقى يعني سايله كده الخلطه ديت. زي ما انتم شايفين كده هجيبها وهصفيها تماما. يعني انا عاوزه ميه البصل والطماطم والفلفل بس مش عاوزه التفل بتاعها دوت. هصفيه وهسيبه كده على جنب. خلاص كده تمام. نبدأ برضو نحط له شوية ملح تاني كده عشان الملح كان قليل. وهنضيف بقى عليه بابريكا وتوم بودر واللي هي التوابل يعني البهارات او قرفة زي ما بيحبوا القرفة. وهنعصر كده عصرة ليمون. خلاص كده تمام. قرفة وجنزبيل بتديها ريحة حلوة قوي. ومعلقة من العسل الأسود لو مش موجود ممكن تضيفي معلقة من السكر. وهنقلب التوابل كده كلها مع بعض. وهنبدأ إن احنا بقى نكون جايبين كده الشيش طاووق بتاعنا قطع من البانيه او قطع من اوراق الفراخ حسب ما انتوا حابين. يعني ممكن تجيبي بانيه وتقطعيه كده مكعبات. او مثلا الاوراق تكوني خليها وتعمليها برضو قطع كده صغيرة. هنغطيها ونسيبها كده حوالي من ساعة لساعتين. او ممكن تستعمليها في نفس الوقت لو انت مستعجله. خلاص كده تمام. ومعانا بقى الطماطم والبصل والفلفل اللي هنعمل بيه عصيان الشيش طاووق. هنحضر عصيان الشيش طاووق ونقطع كده البصل مكعبات والطماطم مكعبات وفلفل الوان او فلفل رومي عادي نقطعه مكعبات. هنجيب بقى العصايه وهنبدا ان احنا نضيف كده مكعب من البصل مكعب من الفراخ مكعب من الطماطم. يعني زوقي كده عصايه الشيش طاووق زي ما انت عاوزه تزوقيها. انا بضيف كده قطعه من الفراخ وقطعه من مثلا من البصل والفلفل. فلفل الوان بيديها برضو شكل. وكمان بيديها طعم حلو قوي قوي. من يعني كمان الفلفل الالوان ما بينشفش بسرعه. لانه بيبقى يعني تخين شويه فبيبقى بيديني طعم حلو قوي للشيش طاووق. خلينا كده شغالين زي ما احنا شغالين. مظبوطين كده قطعه من البصل قطعه من الطماطم قطعه من الفراخ قطعه من الفلفل. تديكي كمية حلوة قوي قوي. عاملة عزومة عاوزة تعملي غدوة كده حلوة هتعمليها يعني بنص كيلو بانيه. ولو عاوزة كمان ربع كيلو أو مثلا وركين موجودين عندك هتخليهم. هتعملي كمية حلوة قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص رصيته في الصينية. وبقيت بقى المية المتبلة معايا ببدأ ان انا ارشها كده على الوش. خلاص كده تمام. ممكن اسيبها برضو كده حبة صغيرين. وابدأ بقى ان انا اجيب صينية او صاج كده عندي. واي شبكة كده موجودة عندي. وهبدأ ان انا اضيفها كده على وش الشبكة. يعني اجيب كده العصيان واضيفها على وش الشبكه. ما عندكيش الشبكه وما عندكيش الصاج خلاص زي تمام زي ما انت شغاله. وفي الصينيه ديت وهتحطيها في الفرن. هي هتتشرب الميه اللي هي موجوده ديت. كمان هيبقى فيها صوص كده حلو قوي لو انت مش حابه ان انت تضيفيها في الشبكه زي ما انا عملت. زي ما انا عملتها كده في الشبكه. وفي الفرن بقى كده وهحطها على شبكه الفرن واسيبها حوالي نص ساعه. تشغلي كده الشواية 5 دقايق ومن غير شواية كمان بتطلع. يعني شكلها مستوي وطعمها حلو قوي قوي. طالعة مستوية. شربت يعني التتبيلة اللي تحت كده بتطلع الريحة بتاعتها بتبقى حلوة قوي قوي. اعملي جنبها بقى شوية رز كده زي ما انا عملت بشعرية او حباية وحباية. او ممكن تعملي جنبيها بطاطس مقلية. غدا ممتاز. اعمليها بقى على الطريقة ديت. ومتنسيش بقى لايك للفيديو اشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش. وأسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله.